طيب. ازاي اخس وانا ما عنديش وقت وما عنديش فلوس وعندي مشاكل الدنيا؟ سؤال جميل كان محيرني من كام سنة. جميل جدا، ممكن تمشي عليه. سيستم كامل لازم يعني انا شايفه كان جميل، وهو ساعدني ان انا اخس تقريبا نقول 30 كيلو تقريبا في 4 شهور من غير ما اخسر عضلات كتير. لان كان وزني 260 باوند تقريبا. فهقول لك السيستم في الاخر، بس قبل ما اقول لك ازاي تخس وتظبط جسمك وكده، انا مش مدرب ولا عايز منك فلوس، ولا عندي لينك هحطه في الديسكريبشن علشان تشوفه تشتري وتعمل داونلود الكلام، ولا اي حاجه من دي خالص. انا واحد كان عندي مشكله والحمد لله لقيت لها حل، فحبيت ان انا اساعد اللي محتاج مساعده، وبالتالي بنزل الفيديو دوت بدون اي مقابل ولا اي حاجه. بس قبل ما اقول لك السيستم، هدي لك السيستم بالظبط بتفاصيله بارقامه وكل حاجه. قبل ما اديك السيستم، حابب ان انا افهمك السبب ان انت ليه مش عارف تخس. ده على احتمال انك انت بتحاول. انا شخصيا لما كنت عايز اخس ومش عارف، ما كانتش مشكلة لا وقت ولا فلوس ولا مشغوليات ولا حالة نفسية ولا اي حاجة من دي خالص. الفكرة ان انا كان عقلي ما كانش قوي، كان عندي كان عقلي ضعيف، كان بيستسلم لأي عذر. ما كنتش عارف ازاي افوق نفسي. كنت بشوف حاجات على اليوتيوب وعلى الانستجرام واشوف ناس وجسمها ومش عارف ايه واتحمس جامد وانزل اتمرن واروح الجيم والتزم يومين 3 ايام، بس بعد كده الموضوع بيبوظ. لغايه ما اكتشفت كلمه اسمها ديسيبلين. كلمه ديسيبلين بالعربي اظن انضباط، ما اعرفش، بس هي معنى الكلمه ديسيبلين. ديسيبلين يعني انك مفيش اعذار. تفوق نفسك كل ما يكون عندك عذر. انت كل محتاجه نقول ساعة ونص في اليوم تقريبا، او نص ساعة او تلت ساعة، يعني دول احسن من ولا شيء. بس انك تقوي عقلك دي مش سهلة خالص. انك عشان تمشي بالسيستم دوت محتاج تكون نفسيا قابل انك تخش في نفق ضلمة جدا، والنفق الضلمة دوت مفيش حد هيكون معاك فيه. هتبقى تايه، هتبقى متضايق، هتبقى مخنوق، هتبقى قرفان، هتبقى تعبان، كل ده. بس نتيجة لما تخرج من الناحية التانية من النفق الضلمة ده، انك هتكون اقوى نسخة من نفسك انت ما كنتش اصلا عارف ان هي موجودة. مفيش حاجة هتضايقك، لان اللي انت هتمر بيه جوه النفق دوت بالنسبة لك، بالنسبة اللي بره هيبص اللي هو واحد بيعمل دايت، يعني لو واحد بيتمرن او واحد، ايه الصعب في كده؟ بس انت من جواك هتلاقي الحاجات اللي كانت بتضايقك قبل ما تخرج من الرحلة دي ما عادتش بتضايقك. اللي هو انا كل يوم بعمل في نفسي باكل اكل معين مقرف مش جميل مش بحبه، نفسي اكل سكر، نفسي اكل مش عارف ايه، وانت هتيجي تضايقني بكلمة؟ يعني ازاي؟ مش هتلاقي الحاجات دي بتضايقك تاني. هتلاقي انك علاقتك اتحسنت بعيلتك، هتلاقي ان علاقتك اتحسنت باصحابك، هتلاقي انك انت بتفلتر صحابك غصب عنك او هم غصب عنك بتفلتروا. هتلاقي انك البنات ما عادتش هتبقى عليها نفس التأثير، ليها نفس التأثير عليك اللي كان موجود. هتلاقي انك شغلك، كاريرك، دراستك، ايا كان، هتلاقيك بتدي فيه اكتر، لان انت دلوقتي طلعت على الجبل، بدأت تطلع الجبل بتاع النجاح، والجبل ده بيبدأ يشد، الرحلة دي بتبدأ تشد كل حاجة كانت ناقصة عندك. فبالتالي نفسيتك هتكون احسن، بالتالي صحتك هتكون احسن، علاقاتك هتكون احسن، بس الاهم من ده كله ثقتك بنفسك هتكون اكبر بكتير. مش 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 هتعرف كمان تخرج بسهولة، لان انت هيصعب عليك نفسك انك كل الوقت وكل المجهود وكل الفلوس لو ناوي تصرف فيها، لو الحاجات دي كلها هتلاقيها بتروح عليك لو انت
وقعت من على الحبل اللي انت ماشي عليه ده اللي هو المنتظم، هتلاقي حياتك هتلاقيك هتكتئب تاني لو وقعت من على الحبل اللي انت ماشي عليه اللي هو اللي انت منتظم فيه جدا. بس قبل ما اقول لك السيستم بيمشي ازاي، لازم افهمك ان السيستم مش هيشتغل الا لو عملته كله مره واحده. انت هتعمل 4-5 حاجات كلهم مره واحده. لو انا شخصيا بالنسبه لي لما جربت ان انا اسهل الدنيا واوقع حاجه من ال4-5 حاجات دول ما اشتغلش معايا. هو ما اشتغلش معايا غير لما جمعت 4-5 حاجات وعملتهم مع بعض في نفس الوقت بنفس الانتنسيتي بنفس القوه بنفس، لازم الحاجات تطلع مره واحده. وجرب. انا بالنسبه لي الموضوع اشتغل معايا في 4 شهور، وبعد كده بقى السيستم حياه، بقيت ماشي عليه طول الابد يعني. ساعات بيبقى لي نفسي ان انا اريح شويه ويجي لي اسبوع اكل فيه اللي انا عايزه والكلام ده كله، بس برجع تاني للتراك لان خلاص عرفت الطريق. بس هو بياخد قوه عقليه جامده جدا، لازم تتعذب عشان توصل من الاخر. اول حاجه هتعمل، انا باكل مرتين في اليوم. اول وجبه عندي بتكون الساعه 11 الظهر تقريبا او 12. بتبقى عبارة عن بروتين بس، مفيش عيش مفيش رز مفيش سكر مفيش اي حاجة خالص. بتاكل لحمة بتاكل فراخ اول وجبة عندك، وده بسبب شغلي، ده النظام اللي انا حطيته عشان شغلي. انت بالنسبة لك لو حاجة تانية تناسبك انت حر، بس ده اللي اشتغل معايا. باكل اللي اقدر عليه، مفيش كمية. الفراخ ما ينفعش تكون مقلية، ما ينفعش تكون حتى لو بتاخد صوص معاها كاتشب ايا كان اللي بتحطه مع الفراخ ايه، لازم يكون من غير سكر يا اما مفيش صوص. باكل اللي اقدر عليه من اللحمه والفراخ، وباكل بيض كمان بصفار وبياض كل حاجه. وبعدين باكل تقريبا 4 بيضات، لو قدرت تاكل اكتر يعني كل معرفش، بس بتاكل لحد ما تشبع من الاخر خالص. بعد كده بسبب شغلي بتبقى الوجبه التانية بتبقى ما باكلش حاجه خالص، بفضل اشرب ميه وسوائل عادي طبعا من غير سكر خالص، مفيش اي سكر، مفيش سكر من الحاجات اللي انت متعود عليها من السكر، هنديك السكر من حاجات تانية. تاني وجبه بتكون الساعه 5 تقريبا بالليل، 5-6. بتاكل برضو لحمه وفراخ على قد ما تقدر لغايه ما تشبع خالص. وبعد اللحمه والفراخ انا بحلي مثلا بفواكه بتكون نسبه السكر فيها قليله. بلو بيري بالنسبه لي ده سحري، تاكل منه طبق مثلا، بتجيب طبق تملاه. كريز ينفع، براسبيري، الحاجات دي كلها. وبعد ما بتخلص ممكن تاكل طبق صغير كده يعني حبه كبشه كده لوز يكون مش مملح. وبعد كده بنزل الجيم بالليل، ده التمرين بتاعي، ده وقت التمرين بتاعي. وبعد كده بتصوم من الوجبه التانية لحد الوجبه الاولى في تاني يوم اللي هو الساعه 12، بتفضل صايم. ده اسمه صيام متقطع. الصيام ده لازمته انك انت طالما جسمك ما فيهوش السكر الزايد اللي هو متعود عليه، هيبدا ياخد الطاقه بدل ما ياخدها من السكر بياخدها من مخزون الدهون عندك، فبالتالي جسمك بيبقى فيه طاقه. هو انا مش ههبط، هو انا لا مش هتهبط خالص. هو انا لو ما اكلتش رز وما اكلتش عيش هيغمى؟ لا مش هيغمى عليك خالص، طالما انت بتشرب ميه، طالما انت بتاكل بروتين كافي، وهتاخد السكر و الحاجات التانية من اساليب مختلفه غير الحاجات اللي انت متعود عليها. بتقطع الصودا، بتقطع كل حاجه فيها سكر بروسيسد، يعني بتشتريه من الشارع او معمول او متصنع او ايا كان. السكر بتاعك هيكون طبيعي بس. طيب الحاجات اللي انا محتاجها، المغنيسيوم، الفيتامين، البوتاسيوم، مش عارف ايه الحاجات اللي جسمي محتاجها، انا شخصيا كنت بشتري من امازون هنا او اي مكان تقدر تشتري منه، في ليستة سبلمنتس ممكن ابقى احطها تحت في الديسكريبشن يعني. باخدها كل يوم قبل انام، كبشه قد كده مليانه سبلمنتس، بتكون فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين سي، مغنيسيوم، بوتاسيوم، زيت كبد الحوت، الحاجات دي كلها. وفي كمان كان سبلمنت كنت باخده لما بيبقى في عندي تشيت داي، بيبقى في يوم، بس التشيت داي بالنسبه لي غير التشيت داي اللي انت متعود عليه. هو بيكون طبق بس فيه رز وحط عليه مثلا اي صوص في حاجه فيه سكر ولا كده، وده يبقى التشيت داي بتاعي، ومع فراخ مع الحاجات دي كلها. ما باكلش مثلا ماكدونالدز، ما باكلش الكلام ده كله. وبعدين بتفضل ماشي على السيستم دوت، وبتجيب كمان بتجيب ميزان، توزن نفسك كل يوم اول ما تصحى.
بعد ما تكون دخلت الحمام، نزلت الميه اللي في جسمك، كل حاجه بتوزن نفسك وبتكتب عندك في التليفون او في الحيطه او ايا كان على الحيطه ورقه والكلام ده كله. انا النهارده كان وزني كذا كذا كذا. هتلاقي نفسك بتنزل كل يوم تقريبا نص كيلو، الا لو في حاجه غلط، يعني الا لو انت بتعمل حاجه غلط، وهتجرب وهتشوف. التمرين، معرفش لو حد عنده الساعة اللي هي الأبل أو أيا كان الساعة اللي موجودة، لما بتبدأ فيها نظام التمرين بيديك ضربات القلب. في التمرين حاول تخلي ضربات قلبك في التمرين 135 أو أعلى، لازم تكون مينيمم 135. ولازم تعمل كارديو في اليوم نص ساعة، يكون برضو ضربات قلبك 135 140، تفضل ثابت على كده. وتتمرن كل يوم لمدة ممكن تتمرن 6 ايام. انا كنت بتمرن 7، وكان اليوم ال7 ده كان بيكون يوم الستريتشنج، يوم الراحة اللي هو بس في الجيم، اللي هو بتشد مش عارف، بتعمل عقلة، بتتعلق في الحيطة، بتركب عجلة، الكلام ده كله، اللي هو اليوم خفيف شوية بس ما بيكونش يوم راحة اوف. وجرب السيستم ده لفترة وشوف التغييرات اللي هتحصل لجسمك. انا هنزل صور، هحط صورة قبل وبعد، كنت مصور. بس الاختلاف الجسدي كان عظيم وكل حاجة، واللي هو انا امتى بقى جسمي شكله كده، ما كانش رهيب بالنسبة لي قد الاختلاف الذهني. طريقة تعاملي مع الناس، طريقة تعاملي مع عيلتي، طريقة تعاملي مع صحابي، الضغط بتعامل معاه ازاي، العصبية بتعامل معاه ازاي، لما تكون متضايق بتطلع المضايقة فين وكده. بتلاقي نفسك انك انت شخصيتك كلها اتغيرت، بس عشان انت دخلت في النفق الضلمه اللي احنا اتكلمنا عنه. اتمنى الفيديو ده يفيد اللي بيتفرج عليه، ولو عندك اي اسئله ممكن تبعتلي. شكرا.